حكيت له القصه، قال لي قابلني في النادي. قابلته في نادي في مكتب محرم الراغب. وكان في اجتماع لجنه كوره فوق. تمام. قاعد انا والحاج تيسير الهواري ومحرم الراغب. خلص الاجتماع، نزل الكابتن حسن سلم علينا، ونزل كابتن الخطيب سلم علينا. كابتن حسن قال يا جماعه معلش انا عندي اجتماع، فمشي. فهيتكلموا، قلت له بعد اذنكم لا مش هنتكلم، بعد اذنك يا كابتن محمود عشان نرفع الحرج من عليه، ما يحضرش الكلام. والحاج تيسير كلم بقى بتوع الجونه ومش عارف ايه والقصه. وبعد كده ابني، لو انا بتجامل عشان ابني، طب ما اتجاملتش عشان احمد الله يرحمه ليه؟ هو راح الترسانة خلاص، دي حاجه. لو كنت هتجامل عشان ابني في النادي الاهلي، كانوا مشوه فاينورد من غير ما ياخدوا فلوس. واتقال ان ابني ماشي، في برضه عضو من اعضاء النادي كان قدم مذكره اهدار مال عام ان شريف راح مشي من النادي الاهلي ببلاش. خلاص، شريف مدفوع فيه 450,000 دولار من فاينورد. خلاص، لو كانوا عايزين يجاملوني في ابني، كان بعد ما رجع من فاينورد كانوا ادوا له الفلوس اللي هو عايزها. وانا مش هخبي عليك، انا عارف، مش هخبي عليك، راح الجونه مضى ب1,300,000 جنيه. شريف قال لي خلاص. اتعرض عليه من النادي الاهلي حاجه، عارف. فشريف قال لهم يعني نقرب شويه، انا مش عايز المبلغ ده، بس نقرب شويه، بس نقرب يبقى تبقى العمليه مبلوعه. حصل. فين المجامله اللي تجاملها ابني؟ بلاش. شريف بقى له 2.5 سنين في النادي الاهلي. اداؤه في ال2.5 سنين اخبارها ايه؟ اخباره ايه فيه؟ ماشي كويس، خد بطوله افريقيا اهو، واخد بطوله دوري عام، واخد اخطاء بتاعته في بلاش، في اخطاء. انا مش كانوا بيقولوا عليه احسن جون في مصر وافريقيا؟ طب ما انا كانت ليه اخطاء طبعا. عصام الحضري، احمد شوبير، فالديز. ده فالديز ده فضيحه، بلاش فالديز. ده بيلعب في احسن فرقه في العالم، بس فضيحه. بقى له كام سنه اساسي في ده بقى له 4 5 سنين دلوقتي، هو الاساسي، وبيلعب واخطاؤه فادحه. مش كده؟ وبيلعب بيلعب. ما سمعناش بقى انه وبياخدوا بطولات. ما سمعناش بقى ان هو بيطلعوا الصحفيين بره لا 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 خالص. وكاسياس اخطاؤه كتيره السنه دي، لكن كاسياس هو حارس ريال مدريد الاساسي، مش كده؟ طبعا. ايه المجامله بقى؟ ان شريف اخطا في مباراه الترجي، انه اخطا في مباراه مازيمبي. طب ما تشوف له ال14 مباراه اللي لعبها بالظبط، قيموا على ال14 مباراه، صح، ما تقيموش على مباراه. تمام. لو قلنا الكلام ده بقى، ان كل لاعب هيخطئ يبقى اذبحه ويبطل، يبقى كل لعيبه مصر والعالم يبطلوا. بالظبط. يبقى ابو تريكه ما يرجعش من تونس، او ما كانش يسافر تونس. خلاص. عبد الله السعيد في الاهداف اللي ضيعها امبارح، دومينيك، ده صح. يبقى كل دول يبطلوا. يبقى كارثه، ما ينفعش. طيب هروح. لا بس هكمل بس. اتفضل. ايه هي المجامله؟ ان ابني بيلعب، مش عايز اقول حاجه تزعل حد مني، صح، مش عايز اقول حاجه تزعل حد مني يعني. لكن هم لو شايفين ان في احسن منه يلعبوا. ده صح. طيب هنكمل في نقطه، يعني في نقطه ثانيه مع كابتن اكرامي، لكن انا مهم جدا كنت اسال كابتن اكرامي هذا السؤال، لان انا ما عنديش حاجه بحب اخبيها، ولكن لما يجي كابتن اكرامي يقعد اوجه لكابتن اكرامي السؤال، هو كابتن اكرامي اللي جاوب عليه. واعتقد ان انا قلت الرساله دي كذا مره ووجهتها لكابتن اكرامي دلوقتي، عشان يبقى في شيء من الشفافيه بيننا وبين الساده المشاهدين. هاخد فاصل اعلاني، وبعد الفاصل باذن الله ننتقل في نقطه اخرى مع الوحش كابتن اكرامي.